وأسأل الله أن يكفر عني وعنكم بلا ابتلاء. قولوا آمين. أسأل الله أن يكفر ذنوبنا بلا ابتلاء. ولذلك في الصحيح عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صار جسمه كالعصفور تآكل جسده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك كنت تدعو الله بشيء أو تقول شيئا. قال: نعم. قال: وما كنت تقول؟ قال: كنت أقول يا رب إن كنت معذبي في الآخرة فعذبني بما ستعذبني به الآن. فقال: سبحان الله إنك لا تستطيعه، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فقالها ثم عاده فإذا الرجل كما هو، يعني عادت صحته وعاد. يا رجل لا تسأل الله الابتلاء، لا تتمنى لقاء العدو، سل الله العافية. أعظم عطاء أعطيه العبد العفو والعافية. أكثروا من هذا الدعاء: أسألك العفو والعافية في الدارين. أكثروا من هذا الدعاء وقولوا ما قاله: أسألك العفو والعافية في الدارين. في الدارين أكثر من هذا. خله يجيراك، ادعو به 1000 أو 2000 في اليوم أو 3000. كلما ذهبت ودخلت وخرجت وجئت واستعددت للنوم أكثر منه: ربي أسألك العفو والعافية، ربي أسألك العفو والعافية، ربي أسألك العفو والعافية. أكثر منه. ما تدري إلا وأنت في عفو وعافية في الدنيا مع ما سينتظرك في الآخرة من كمال العفو والعافية. شرب الخير. من طرق باب الله ما خيبه الله.